السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله راح ندير الرشطه. هنا راني دايره شويه زيت ماشي بزاف. هنا عندي قطع تاع الدجاج حسب عدد افراد العائله. هنا راني دايره 2 كويس كومبلي. عندي البصل مناقي نديرو. هنا البصل درت حبه كبيره باش تجيني المرقه ثقيله وعقده. نخلي البصل يتقلى مليح ونولي لكم. هنا كما راكم تشوفوا درت الحميصه، درت الملح، درت فلفل كحل ودرت شويه قرفه ونخليهم يتقلاو مليح. وهنا هاي الرشته تاعي نحيتها من الساشي مباشره، ندير لها شويه زيت ماشي بزاف. شويه زيت ونديرها هكذا. هنا راني نديرها في الزيت ها، شويه ملح. بسم الله هكذا. نحطو هنا نجيب الرشته تاعي. هاي لك الرشته تاعي فارت التفويره تاعها الاولانيه. نقلبها سخون. هنا نرشو بشويه ما ونخليها تشرب. ما تلعبوش بها بزاف باش ما تتقطعش. هكذا برك نخلوها تشرب 11 دقائق ربع ساعه. اذا هنا ما شربتوا الماء كامل، هاوليك كيفاش خرج. شربوه البنات ما تخافوش باش ما يجيكمش يابس ويحصل. لازم تحسوا بلي الحبات تاعكم شربت الماء، يعني كي تزيدوا تسقوها بالمرقه تجيكم خفيفه. هاي ليك دوك ندير لها التفويره الثانيه. هنايا هاي ليك هاي تقلات لي مليح. هنا هذا ماهوش الماء، انا ما مرقتها، غير الدجاج طلق معاه. خلوها تقلى مليح ونديروا اللفت تاعنا. لانه هنا باش تجيني المرقه تاني عاقده درت حبه لفت سكرفشتها هكذا في الرقيق، ودرت حبه بطاطا لوليدي. ما ياكلش اللفت، درت له حبه بطاطا. نحب البطاطا في المرقه هكذا، ونمرقها بالسخون ونخليها طيب. هاوليك الطبق تاعي كيفاش خرج مع الاخر. نتمنى تجربوا الوصفه، بزاف شهي ولذيذ.